قادح من الاتحاد العربي محمد، ونقلها سهل يعني. في اهم شيء قاله بتصريح اليوم الاستاذ احمد صادق دياب، يعني قال كلام ترى مهم، قال انسحاب ممثل قطر فرض ترشيح النصر عربيا، وهذا دليل على العلاقه الوطيده بين النصر والترشيح. يعني شوف حتى البطوله العربيه النصر ما دخل البطوله الا بالترشيح، البطوله العربيه. يعني لا اصلا منطقيا النصر العام كان مركزه الثامن. سامع التصريح؟ لحظه لا انا قريب انا لازم ارد على المغالطات هذه. لا النصر مرشح على ثاني. لحظه يا جماعه. انا الرياض اليوم انا قريب عبد الرحمن حبيبي سليمان. لكن انا اقول ترشيح استاذ احمد اللي هو الرئيس اللي هو المتحدث الرسمي لشركه صله يقول انسحاب ممثل قطر. انا اقول لك حاجه. شوف اقسم بالله انا ما شفت تصريح ولا ادري عنه، بس بقول لك شيء، بقول لك حاجه. انا في النهايه اعلامي اعرف ترى ما يقصد نصر، يقصد الهلال. اوكي انا اتحداك وهذا وانا وانت واتصلوا عليه، ترى يقصد الهلال ما يقصد النصر، لسبب انا رجل مطلع على اللوائح واعرف ان النصر هيلعب بصفته ثاني بطل كاس خادم الحرمين الشريفين. والهلال وش بالدوري؟ الهلال اعتذر. اسمعني يا حبيبي، خلني انا اعطيك. شوف انا كيف بترشح؟ طيب انا اعطيك العلم. تفضل. اعطيك العلم. الهلال والاهلي لم يشاركا في البدايه. نلحق ناخذ احمد صادق دياب يا شباب. اعطونا احمد صادق دياب. كمل انت، ما عليك تقعد تنتظر. طيب الهلال والاهلي رفضوا في البدايه. طيب كان النيه تروح للفتح. الاتحاد العربي قال انا عندي نظام شعبيه، عندي انظمه، اعطوني الابطال. لما عرف الهلال الجوائز الماليه وعرضت عليه المشاركه بمحل احد الانديه القطريه وافق. طب انا بقول لك يا عبد العزيز وعندكم تفضلوا ترى. لذلك اذا كان ترشيح انا اؤكد كلامك. نعم الهلال جاب الترشيح. انا عندي مصدر متحدث الرسمي لشركه صله. ممتاز. صادق ذياب. حتى الترشيح هذا معناه امر ايجابي. نجيبه يا عبد العزيز اسمعني. تفضل. هل الترجي بطل تونس العام الماضي؟ السؤال. هل المريخ بطل السودان العام الماضي؟ لا. اسأل طيب. هل الاهلي والزمالك ابطال بعد مشاركين الاثنين؟ لا الاهلي بطل. لا الزمالك. لا انا اقول لك، لا الاهلي كان بطل الدوري. والزمالك؟ الزمالك بطل الكاس. انا اتكلم لك عن هل الترجي بطل الدوري؟ ارجع للدوري التونسي العام الماضي. انا اعرف المريخ هل هو كان بطل السودان؟ بس يظل بطل. لا شلون؟ يظل يعني فرق لا بس الاعلام الهلالي الوطنيه عندهم مطاطه. ها؟ مطاطه لين وصلت النصر انحرفت. شلون ما لا انا انقل لك كلام احمد صادق ذا المتحدث. غير كذا بيان الاتحاد السعودي طلع، اول بيان الاتحاد السعودي كتب ترشيح نادي النصر المشاركه. لانهم غلطانين صلحوه. يا غلطانين يا حبيبي النظام يا سليمان يا حبيبي سليمان. شلون انت احنا كلنا انتقدنا تضارب طلال ال الشيخ وش اسمه وعدنا المعيد قضيه الاتحاد. صح غلطانين. وش بعد هذا بغلطانين. حبيبي سليمان بقول لك شيء، انا يعني لا تفهمني اني قاعد، والله اني ما قاعد، بس انا ودي قبل ما تتكلم تطلع على اللائحه. طيب انا عني مصدر مسؤول يا عبد العزيز. معني بس انا بعد على اللائحه. المصدر مسؤول ما هو بشر يخطي. مصدر مسؤول وجريده رسميه. كلامك صح. كلامك صح. مصدر مسؤول صح. انا ماني قاعد اقول صح. وبيان الاتحاد السعودي كل ذول بيان الاتحاد السعودي صححها. بيان الاتحاد السعودي صححها. اللائحه تقول يا حبيبي يا سليمان انهم ياخذون الابطال. شوف يا عبد العزيز، بطل الدوري التونسي العام الماضي النجم الساحلي. النجم الساحلي موجود؟ لا. موجود يا كابتن؟ لا مش موجود. ممثل. طيب احنا نقول لك الان البطل. لا انا اتكلم لك الان. انا اتكلم لك الان، انا ارد على الاستاذ. يقول لك اللي مكتوب. انا اقول لك النجم الساحلي الان هو بطل الدوري التونسي. انت قلت الترجي. لا الترجي لاني انا قريتها في مكان ثاني. هنا مكتوب ممثل تونس وممثل الجزائر. قلت الترجي انت. لاني اعرف الخبر. لذلك انا اعرف انه الترجي العام الماضي ما كان بطل. اي لذلك لما قال لي فقعدت ادورها مين موجوده هنا، يقول قريتها في مكان ثاني. لا انا اليوم جريده الرياض اليوم انا اقول تصريح احمد صادق دياب. جريده الرياض اليوم تصريح احمد صادق دياب. اسمح لي يا عبد العزيز. يعني اليوم واللي نقل التصريح الاستاذ اسامه النعيمه. انا اقول لك سليمان، البطوله العربيه تتشرف بمشاركه النصر كفريق مرشح. اول فريق اسيوي يشارك في كاس العالم للانديه بالترشيح.
بالترشيح. شفتوا بكل انتم لا اخذتوا لا ترشيح ولا بدون ترشيح. ولا تبعيد. وين الملعب؟ الملعب شاركت في كاس العالم؟ ليش؟ كاس العالم ما انا شاركت. من اللي دعم النصر يصل كاس العالم؟ وين دعمكم انتم؟ اللي دعمها الله يرحمه ويغفر له الامير فيصل.